خليني اختصر عليك عشان تقدرين تركين نفسك. ابغى بكره، وش بكره؟ الاربعاء. ايوه. ابغى الاربعاء والخميس والجمعه تقرأين سوره الواقعه بهدوء وبتدبر وبتمعن. بعد ما تخلصينها تنفثين على كاس ماء وتشربين، والمتبقي منه تمسحين فيه الايادي والوجه والصدر وقدر المستطاع من الجسد. واضح؟ اوكي واضح. سورة الواقعة بكرة الأربعاء والخميس والجمعة، اقرأيها في أي وقت من النهار، في أي لحظة، بعد صلاة بعد غير صلاة، في أي وقت تبغين تقرأين سورة الواقعة كاملة، بس تدبرينها تدبر قرآني بحت. بيض الله وجيهكم، عز الله لكم محزم. ولعتوا بالإنجليزي لأن ولعت الشاشة معي عقب ما ظلمت. عسى الله يبيض وجيهكم. نعم. سورة الواقعة قلنا 3 أيام، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ترجعين تقرأين طبيعي في القرآن، وترجعين تستمرين على كذا حتى يروح. شكرا شيخنا زايد من الإمارات، بيض الله وجهك. يا شيخ بالبداية من سنين يعني كنت أقرأ سورة البقرة. نعم. بس ما كنت أخاف، كان يجيني خوف، وعلى طول أول ما أقراها أنام يجيني زي الكوابيس، يا أنه حجرة ترتمي على وجهي، يا أنه نمر ينط علي. طيب تمام عليك. أبغى كلكم الآن تسمعوني. الحمد لله صرت أقراها ما أوقف عنها، وأقراها كلها في جلسة واحدة، وما عاد صارت تجيني ذي. أحسنتي، ممتاز، بيض الله وجهك. أنا أبغى منكم شغلة، أنتم 11,000 تقريبا، أسأل الله أن يبارك فيكم وفيما أتيتوا فيه. أنا أبغاكم تقرؤون دائما. اللي عنده مشاكل، أو مثلا ما يستطيع يقرأ قرآن، أو ما يستطيع يصلي، أو ما يستطيع العلاقات الزوجية، أو عندكم مشاكل بحياتكم، أي عقبة تواجهك بحياتك، حتى وأنت رايح دوامك وفي عقبة تواجهك بدوامك، أو بأي مكان بحياتكم تواجهكم مشكلة، على طول تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية تحافظون عليها، رقم 8 في سورة ياسين، تمنعكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى من تجاوز الشياطين حتى توصلون إلى القراءات اللي تبغون تقرؤون، أو العبادات أو ما شابه ذلك، بدون تعثرات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم تفضلي. حتى يا شيخ لما الملك سورة الواقعة، في حديث يسأل يقول سورة الواقعة بمشيئة الله، تفسير سورة الواقعة بالنسبة لي أنا كراقي تغير بمشيئة الله سبحانه وتعالى واقعكم من الواقع السيء لا سمح الله، أو الواقع المتردي، إلى أفضل حال وواقع غير الواقع اللي أنتم فيه. الواقعة بمشيئة الله. نعم. الله بإذن الله. حتى يا شيخ فترة الملكة كانت أمي مرة تكرهه، يعني ما في أي شيء، أي سبب قلت لك كان فيه ولا زال ربما يكون في أذى من الشيطان المعجب، اللي هو نظرة شيطان معجبة، نظرة شيطانية معجبة أثرت عليك. نعم. طيب على التعطيل وعلى سورة الواقعة، على كل شيء، على كل شيء. هذه تعطل كل شيء، ترجعين على سورة التعطيل اللي تكلمت عنهم، أضيفي عليهم سورة النور والواقعة. أيوة نعم. يا شيخ التعطيل هي اللي فيها الأنفال والدخان أي نعم. أيوة. أول مرة أقراها يا شيخ حسيت بهواء مرة حار يطلع من إذني أو ينفث في إذني. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، استجبتي مباشرة. أيوة خلال هذه يعني تقريبا جلست عليها 4 أيام 5 أيام. يقولون سورة النور تؤذي بل تهلك المس العاشق. سورة النور مو النور، سورة النور تهلك. أنا عارف، هم يسألوني عن سورة النور، قلت لو بغيت تضيفون سورة النور ضيفوها، تهلك المس العاشق. تمام الحمد لله. تمام يا شيخ، استودعتك الله. الله يسعدك، شكرا يا شيخ. أنا حلمت إني طالع عباس وكنت قدام، ناظرت كذا إلا ولد خالتي موجود وراء آخر شيء، كان يناظر فيني ومبتسم. استغربت يعني كيف جاء. شوي كذا وقفت الباص هذا عند غرفة كذا، ونزلنا كأنه استراحة. نزلت يا شيخ حصلت بنت خالتي موجودة. المهم كنت أتكلم معها إلا وناظرت كذا إلا ولد خالتي موجود اللي كان معي، يعني رافع يدينه كان يقول تعالي بضمك وشي زي كذا. أنا استغربت، يعني نظرت بنت خالتي صرت أتكلم معها، فجأة كذا يا شيخ جاء وضمني ومتضايقة. أنا أحاول أبعد يده وهي تضحك. طلعت أنا يا شيخ من الغرفة وركبت الباص زعلانة. هو كان بالغرفة يعني ما طلع معي، وفجأة كذا مش الباص إلا هو وراء نفس المكان وقاعد يناظرني ويبتسم، وأنا كنت متضايقة بالحيل. خلصتي؟ أي. طيب قولي خلص، بتموتيني إذا قلتي خلصت. يا ربي يا الله عليكم. أنت متزوجة ولا لا؟ لا. على رقية؟ أي أوقات يعني
ما استمر فجأة كذا وخلاص. بعدين تقطعين. أي. عندك الام بالظهر او بالرقبه من شيء بالخلف؟ أي عندي يا شيخ. وين؟ بالظهر كذا زي السكين فجأة يجي زي الشيء دائما موجود بنفس المنطقه. أي نفسها. يميل لليسار اكثر. أي يا شيخ فجأة كذا جاني. ولد خالتك هذا اكبر منك سن؟ نفس العمر. غير متزوج؟ لا مو متزوج. في شيء بينكم انكم تخطبون خطبتوا زي الاولين هذا البت دي للوده؟ لا هو كذا مرة بس اني انا رافضة. يعني هو انت رافضته؟ اي. الله يهديك. يعني كل ما شاف خواتي يقول لا تكفون لا تتغطون زيها خليني اشوفكم. امزح ايوه. تمزحين؟ لا صدق يا شيخ بس انه هذا في الواقع. اي في الواقع. طيب شوفي والله الرؤية واضحة قدامي زي الباص اللي ركبتيه. ايش؟ بقولها لك. قول. أول شيء هذا الولد هو فعلا يتمنى أنه يرتبط فيك تمني، بل متعلق جدا. فعلا. وربما يحدث هذا الأمر وأنت غير راضية. يعني كيف؟ علق صحيح؟ يا شيخ كيف؟ اسمعيني، هذا الولد متعلق جدا. فعلا يا شيخ. متعلق جدا جدا فوق ما تتصورين. يعني يمكن ما خلى باب ما طرقه إلى درجة أنه حتى صارت أحلامه فيك أنت. وأنت ما تبين. ربما يكون فيه شيء هو اللي معذربه، أمر واحد أو أمرين معذربته، أو أنه أنت ميولك في مكان آخر لسه، يعني ما أنت بيمه. أنت بيمه أنا عارف. اي والله. أنت بوادي، أنت بوادي وهو بوادي. انا اشهد. أي أنا أشهد. الله يصلح قلبك يعني. يعني المهم ما علينا حنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلي له معلومة أنه والله ثم والله ثم والله لو تطيح السماء على الأرض ما أخذك. الله عليك والله وصلتها. قلتي ذا الكلام؟ اي والله قلت له عشان يقطع دابر الشيء اللي فيه. بعدين خذي من أثره، خلي أي أحد يجيب من أثره واغتسلي فيه. لا ما في أمل يا شيخ. حاولي بجهد المستطاع لأنه متعلق جدا، متعلق جدا. يا أخي والله صعب أقول لا أجرحها كذا، صعبة. ولا قليل لأخته قليل ولا خلاص ذا الكلام ما ينفع أقوله. أيوة. لأنه هو ماخذ فكرة إنه أنت سندريلا. هو ماخذ فكرة. فعلا أنا سندريلا يا أخي. هو والله يا شيخ روحي بس سندريلا. والله كلكم زي بعض. والله صرتوا تتشابهون كلكم صرتوا تتشابهون. يعني خلاص ما عاد في فرق، كلكم زي بعض. لكن حنا نبي الولد هذا كيف يوخر. اقنعيه، وصلي له الفكرة كذا، قلي يا ولد ماني بيمك، ماني بيمك. لا صعبة يا شيخ والله إنها صعبة. خلاص اجل الله يعينك. تقعدين دائما تعالجين لانه هو نفسه متعلقه جدا. وهو ترى صلاته يعني مي بلحد. انا اعطي شيء من الحين. فعلا صلاته مي بلحد وعينه تضر. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وجيبي اثره. اقدر اخذ له غسال ولا شيء؟ ارسلي لي اللوكيشن حقهم، انا بروح اخذ من ملابسه واغسلها. والله خلاص تم. ارسلي اللوكيشن وقولي ترى فهد جاي في الطريق وجهزوا الحله. هل انت صادقه انت تقولين اقدر اخذ؟ انا تو قلت خذي من اثره قلتي صعب. لا انا عبالي تقول قولي له لا ما في كذا. لا تقولي، انا قلت روحي اتصلي عليه قولي والله ما ابيك، قولي لاخته، قولي يا فلانه، قولي لاخوك ترى والله ماني بيمه بالعربي الصحيح، على راسي وعلى عيني ولد خالتي بس انا ماني بيمه كذا من الاخير، ماني بيمه. ولا يصلح اني اخذ واحد انا قلبي ما هو له وبعدين انا وياه نبتلش وبكره قاعد اقول له يا ليتني ما اخذتك، وش اللي جاء الله لا يرد ذيك اليوم اللي امك كانت تخطبني. ايوه اي خلاص قولي له كذا، وصلي له الفكره، خذي من اثره. استودعتك الله. جزاك الله خير.